السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم شاورمة الكبدة. شكلها بجد يفتح النفس، حاجة كده تجوع. هعملها معاكم بطريقة لذيذة قوي، سهلة وبسيطة، ومش هتاخد معاكم وقت 5 دقايق وهتكوني عملتي كمية سندوتشات محترمة من نص كيلو كبدة بس. يلا تعالوا نشوف الطريقة. بس الأول لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش السبسكرايب وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نشوف مع بعض الطريقة. اول حاجه نقول بسم الله. معايا الطاسه على النار، حطيت فيها معلقتين كده كبار من الزيت. معايا المقادير بقى: بصل وفلفل الوان وكمان معلقه من الثوم المهروس. البصل قطعته كده جوانح زي ما انتوا شايفين كده، جوانح رفيعه. وهبدا بقى ان انا اشوحه الاول. مش عايزه اديله لون، انا عايزه يعني طعم كل حاجه زي شاورمه الفراخ او اللحمه لما بنعملها. بنبقى الخضار كده طعمه باين والبصل باين فيها. احنا كمان هنعمل شاورمة الكبدة بنفس الطريقة بالظبط بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ان انا اضيف عليها معلقة الثوم المهروس. وهنديها تشويحة مع البصل. بالشكل ده كده. واول بقى ما نبدأ نشم الريحة بتاعة البصل والثوم مع بعض، هنبدأ ننزل على طول بالكبدة. نوسع لها كده مكان وننزل بالكبدة على طول. دي نص كيلو كبدة مقطعوها كده بالطول، شرايح بالطول. وطبعا مهم جدا ان الكبدة تنزل على طاسة سخنة مولعة زي ما انتوا شايفين كده. عشان كده انا وسعت لها مكان علشان ما تنزلش المية بتاعتها. لما تنزل المية بتاعتها الكبدة هتنشف ومش تبقى حلوة. وكمان هتنزل مية كده كتير، هنفضل بقى نستنى لغاية ما تتشرب المية دي، فعلشان كده هي بتنشف. فالمهم جدا ان هي تنزل على طاسة سخنة ونديها الصدمة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بقى ما تبدأ تغير في اللون بتاعها هنبدأ بقى نقلبها ونوزعها في الطاسة كلها. بدأت كده تاخد اللون بتاعها، هبدأ اضيف عليها التوابل بتاعتها. التوابل اللي انا بضيفها على الكبدة: بضيف حوالي معلقة صغيرة من الملح. بضيف كمان كمون وفلفل اسود وكزبرة. دي التوابل اللي انا بضيفها على الكبدة: معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. الريحة بقى بدأت تطلع كده وبقت فظيعة، الريحة تحفة. اديها بقى كده تشويحة حلوة. وخلاص لما تكون قربت تستوي هنضيف عليها الفلفل الالوان. ممكن فلفل اخضر بس لو عندكم، ممكن الوان لو متوفر عندكم. انتوا عارفين الفلفل الالوان فيه قيمة غذائية عالية، فاحنا بنزودها مع الكبدة. فعلشان كده وغير كده كمان الالوان بتفتح النفس قوي، فبيبقى شكلها حلو وطعمها حلو، وكمان بناخد الفايدة بتاعتها. انا مش عايزة بقى الفلفل يدبل خالص، انا عايزاه يبقى طعمه كده باين ونحس بطعمه. فيا دوب بس هديهم كده تشويحة مع بعض وهيبقى خلاص كده تمام. كده بعد ما خدت التشويحة الحلوة اللي احنا عايزينها وخدوا كده استوى كله مع بعض، هبدأ بقى ان انا اعصر عليها ليمونة كاملة. هعصرها بعد ما قفلت عليها النار خلاص. طعم الليمون بقى بيبقى باين كده فيها وبيبقى مديها مزازة حلوة قوي. خلاص انا قافلة النار، انا بس بديها تقليبة وخلاص. نجهز بقى العيش بتاعنا ونعمل السندوتشات الفظيعة دي. جبت العيش كده البلدي بتاعنا وهضيف بقى عليه الكبدة، ونعمل بقى احلى سندوتشات. وطبعا معايا جرجير نزود بيها القيمة الغذائية بتاعتنا. وعملنا احلى سندوتشات بجد يا جماعة، جربوها مش هتندموا. عملنا كمية حلوة قوي من نص كيلو كبدة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم بقى وجربوه. قولولي في رأيكم في الكومنتات ايه. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو لسه مشتركتوش معايا، وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الفيديوهات بتاعتي الجديدة. وان شاء الله اشوفكم على خير.